تخيل لو عندك مجموعة من الدرجات، بعض الناس درجاتهم متقاربة والبعض درجاتهم عالية قوي أو منخفضة جدا. إزاي تكتشف بسرعة إذا كانت البيانات متشتتة جدا ولا كلها قريبة من بعضها؟ هو الموضوع مش بس أرقام، ده أساس مهم جدا في الاستاتستكس والماشين ليرنينج. أنا هدى أسامة، وفي الفيديو ده هنعرف أدوات في الإحصاء، أدوات سحرية بتخلينا نشوف الديسبرشن أو الانتشار، المدى والرينج والبوكس بلوت والاي كيو ار، وفايدة كل واحدة منهم وإزاي نستخدمهم صح. Okay, let's go. أول أداة معانا الرينج. ببساطة الرينج هو أكبر قيمة ماينس أصغر قيمة. مثال، لو البيانات هي 3 7 10 15، الأكبر هو 15 والأصغر 3، يبقى كده الرينج كام؟ 12. الميزة دي سهلة وسريعة، لكن فيها مشكلة. لو في قيم متطرفة قوي الرينج ممكن يبقى كبير جدا ويعطي انطباع خاطئ إن التشتت كبير. لو في نقطة متطرفة مثلا 50، ال50 بتبعد جدا عن باقي البيانات، وبكده بيكون الرينج بيتغير لو ضفت قيم متطرفة أو قيم شاذة، وده كده بيدينا نتائج مش صحيحة. دلوقتي قبل ما نحسب ال IQR لازم نفهم يعني إيه كوارتايلز وإزاي نطلعها خطوة بخطوة. الخطوة الأولى ترتيب البيانات. أول حاجة بنرتب البيانات تصاعديا، يعني البيانات بتاعتنا دلوقتي 3 7 9 10 12 15 30. تمام، احنا دلوقتي رتبنا البيانات. الخطوة التانية إيجاد الوسيط اللي هو Q2. Q2 يعتبر هو الوسيط بالنسبة للقيم اللي عندي، يعني عدد القيم عندي دلوقتي هما 7 أرقام. الوسيط هو القيمة اللي في المنتصف مباشرة، يعني القيمة الاندكس رقم 4 بعد ما رتبناه، اللي هو عندنا الوسيط أو Q2 هو 10. الخطوة الثالثة تقسيم البيانات لنصين بس بدون إدخال الوسيط، يعني بنشيل الوسيط ونقسم الباقي لنصين. عندنا النص السفلي ده 3 و7 و9، والنص العلوي 12 15 30. تمام. طيب الخطوة رقم 4 إيجاد Q1 أو الربع الأول. Q1 هو الوسيط بتاع النصف السفلي. النصف السفلي فيه 3 قيم، فالوسيط هو القيمة اللي في النص اللي هي 7، يبقى كده عندنا Q1 هو 7. يبقى لو عملنا تلخيص سريع كده احنا طلعنا ان Q1 هي 7، Q2 10، وQ3 هي 15. النتيجة دي هتخلينا نحسب ال IQR بسهولة جدا. احنا كده ممكن نحسبه بسهولة جدا. ال IQR هو بيساوي Q3 minus Q1 اللي هو هيبقى عندنا 8. خلي بالك ان الكوارتايلز بتقسم البيانات ل25% تحت Q1، 50% عند الوسيط او Q2، و75% عند Q3، وده بيدينا تصور حقيقي عن قلب التوزيع. في طرق كتيرة عشان ان احنا نحسب بيها الكوارتايلز، لكن الاسلوب اللي احنا بنستخدمه ده اسمه median of halves مع استبعاد الوسيط، وده يعتبر هو الشائع في الشرح، وده بيتوافق اكتر مع شكل البوكس بلوت. دلوقتي هنحسب ال IQR ونشوف ازاي بيركز على قلب البيانات بعيدا عن القيم المتطرفة. الخطوة الأولى احنا هندي تعريف كده لل IQR. ال IQR هو زي ما قلنا هو Q3 minus Q1. في بياناتنا زي ما قلنا Q1 7 Q3 15، يبقى كده ال IQR 15 minus 7 هيدينا 8. طيب الخطوة التانية عايزين نوضح البوكس اللي موجود بين Q1 و Q3. احنا بنلون او بنظلل المنطقة بين Q1 الى Q3، ده بيمثل لنا 50% الوسط من البيانات، ده جزء ال IQR بيركز عليه. الخطوة الثالثة هنا ايه؟ نوضح الوسيط داخل البوكس. جوه البوكس فيه خط الوسيط اللي هو Q2 اللي هو equal 10.
ده بيقسم الصندوق لنصين وبيوريك قلب التوزيع بشكل أدق. الخطوة الرابعة، ليه ال IQR بيقاوم المتطرفات؟ الجميل في ال IQR إنه مش بيتأثر بالقيم المتطرفة. مثلا عندنا قيمة 30 دي بعيدة جدا، خلينا نستخدم القاعدة الشهيرة بتاعة IQR multiply 1.5 عشان نحدد إذا كانت القيمة دي متطرفة ولا لأ. لما نيجي نعملها على الحد الأدنى، الحد الأدنى هو الحد الأدنى المقبول، هنعمل Q1 minus 1.5 multiply IQR اللي هي 7 minus 10 هيدينا minus 5. الحد الأعلى المقبول هو Q3 plus 1.5 multiply IQR 15 زائد 12 هيدينا 27. طيب بما ان ال27 اصغر من ال30 يبقى كده زي ما قلنا ال30 هي قيمة متطرفة او outlier. لاحظ ان هناك بقى في الحد الادنى ال3 مش متطرفة لانها اكبر من ايه؟ من -5. الخلاصة السريعة هنا ان ال IQR بيساوي 8. ده بيوضح انتشار منتصف البيانات وبيتجاهل المتطرفات زي ال30. عشان كده IQR بيدينا صورة أدق من المدى أو الرينج. لما يكون فيه متطرفات بيكون ال IQR أدق. دلوقتي هنحول كل اللي حسبناه للوحة واحدة اسمها بوكس بلوت. البوكس بلوت هو أداة بصرية قوية بتلخص التوزيع والوسط والانتشار والقيم المتطرفة، كل ده في رسمة واحدة. الخطوة الأولى هي مكونات البوكس بلوت. البوكس بلوت بيتكون من إيه؟ هو صندوق أو بوكس بين Q1 لحد Q3، ده بيمثل لي 50% الوسط من البيانات، وخط الوسيط اللي هو Q2 ده بيكون داخل الصندوق. الويسكرز بتمتد لأدنى وأعلى قيمة بيانات داخل الحدود اللي هي IQR multiply 1.5، وأي نقطة خارج الحدود دي بنرسمها بتكون outlier، يعني هي دي الحدود بتاعتنا، أي نقطة خارجها بتكون outlier. الخطوة التانية هنطبق على البيانات. دلوقتي زي ما احنا قلنا عندنا Q1 7 Q3 15، نرسم الصندوق من 7 لحد 15. جوه الصندوق هنحط خط الوسيط اللي هو 10. الحدين اللي احنا حسبناهم من القاعدة بتاعت ان ال IQR بتساوي 12 multiply 1.5، هنحسب الحدين الأدنى. الحد الأدنى المقبول عندي -5، الحد الأعلى المقبول 27. تمام. الخطوة التالتة عندي هنا ان انا عايزة احدد الويسكرز. اللور ويسكر بينتهي عند اقل قيمة داخل الحدود، عندنا 3 هي اكبر من -5، يبقى اللور ويسكر هيوصل لحد 3 بس. طيب الابر ويسكر بينتهي عند اكبر قيمة داخل الحدود، عندنا في قيم اكبر من 27 بس هي بس لحد 15 لان 30 دي خارج الحدود بتاعتي. يبقى كده الأبر ويسكر هيتطابق تقريبا مع ال15 بالظبط عند حافة الصندوق بالظبط. طيب الخطوة الرابعة إن احنا هو وسم المتطرف. القيمة 30 هي أكبر من 27، فبنرسمها كنقطة منفصلة فوق على يمين الأبر ويسكر وعليها أوتلاير، إن دي أوتلاير. هنا بيبان قوة البوكس بلوت، بيوضح التوزيع والقيم المتطرفة بنظرة واحدة. طيب الخطوة الخامسة القراءة السريعة من الرسم. دلوقتي كل حاجة واضحة عندنا، بنقدر ان احنا نطلع اي قيمة واي اوتلاير بسهولة جدا. الصندوق عندي من 7 ل15، تمام. عندي الوسيط هو 10 قلب البيانات. اللور ويسكر هو بيمتد لحد 3 مع وجود بعض القيم الصغيرة لكن داخل الحدود. النقطة 30 هي خارج 27 إذن هي اوتلاير. ده بيخلينا نفهم التشتت الحقيقي من غير ما القيم المتطرفة تلخبطنا. يبقى كده لو عايزين نعمل conclusion، البوكس بلوت بيدمج الكوارتايلز والاي كيو ار والمتطرفات، وده بيخليه أداة أساسية في التحليل الاستكشافي للبيانات والمقارنات بين المجموعات.
طيب دلوقتي عايزين نقارن بين مجموعتين بيانات ونشوف ازاي كل واحد من الرينج والاي كيو ار والبوكس بلوت بيدونا قراءات مختلفة، وهنتعلم امتى نفصل كل مقياس. الخطوة الأولى عندي احنا هنحسب حساب سريع للمجموعة A. المجموعة A 3 7 9 10 12 15 30 هنرسمها. تمام. طبعا أنا عايزة أقول في الإكزامبل بتاعنا ده إن احنا مثبتين خط الأعداد من 0 ل 35. احنا مثبتينه علشان يعني يبقى فيه مصداقية كده واحنا بنقارن ما بينهم. يعني احنا دلوقتي حاطين خط الأعداد أوله 0 آخره 35، لكن المجموعتين فيهم بقى أرقام مختلفة. أوكي، بالنسبة للمجموعة B الأري بتاعتنا هتبقى 6 8 11 14 16 19 22. دلوقتي أول حاجة هنعملها إن احنا هنرجع لمجموعة A ونحسب الرينج بتاعها. الرينج بتاعها 30 ناقص 3 هيبقى 27. ده طبعا كبير بسبب ايه؟ بسبب ان احنا عندنا 30 في الأعداد، فعلشان كده الرينج طالع 27. هو كبير شوية عن الماجوريتي بتاعت الأرقام كلها، يعني الأرقام كلها 3 7 9 10، فاحنا حسبنا الرينج طلع 27. كبير قوي، مش بيعبر عنهم. تمام كده. تمام. نيجي نحسب برضو الاي كيو ار. هو 15 ناقص 7 هيبقى 8. طبعا احنا عارفين البوكس بلوت بتاعنا، عارفين ان كيو 1 7 كيو 2 10 كيو 3 15، فالاي كيو ار 15 ناقص 7 هتبقى 8. عارفين ان احنا عندنا الحدود بتاعتنا، الحد الادنى بالقاعده اللي هي اي كيو ار بتساوي 12 ملتبلاي 1.5، يبقى كده الحد الادنى ماينس 5، الحد الاعلى 27. طيب احنا عندنا 30، ف30 دي خارج الحدود بتاعتنا، يبقى كده 30 دي بنعتبرها اوتلاير. حساب سريع كده المجموعة B، هنحسب الرينج بتاعها 22 ناقص 6 هيدينا 16. دي أصغر، يعني الرينج بتاعها هنا أصغر من الإيه المجموعة الأولى. طيب لما نيجي نحسب الأي كيو آر، دلوقتي احنا عندنا كيو 1 8، الميديان كيو 2 14 كيو 3 19، يبقى اي كيو ار هيبقى 19 ناقص 8 هيدينا 11. هنيجي بقى نحسب بنفس القاعدة بتاعتنا اي كيو ار بتساوي ايه؟ 16 وخمسة من 10 في 1.5، نفس القاعدة بتاعتنا هتطلع لنا الحدود. الحد الأدنى 8.5 minus 8.5، الحد الأعلى هيبقى 35.5. كده مفيش اوتلاير عندنا، يعني غالبا في المجموعة B مفيش اوتلاير عندنا. بعد كده لو احنا عايزين بقى، يعني دلوقتي الرسمتين جاهزين قدامنا، لو احنا عايزين نحسب يعني زي ما احنا قلنا كده، بالنسبة لإيه المدى كبير بسبب نقطة بعيدة اللي هي 30، لكن الاي كيو ار صغير نسبيا. معظم البيانات في الوسط متقاربة، بس في قيمة متطرفة هي اللي بتكبر الرينج قوي، علشان كده الرينج مش بيعبر عنها. طيب لو رحنا لبي، الرينج بتاعها صغير لكن الاي كيو ار كبيرة، تشتت الوسط نفسه أعرض، ومع ذلك مفيش أوتلاير. البوكس بلوت اللي احنا رسمناه بيخلي المقارنة دي مرئية فورا، يعني بسهولة جدا تقدر تطلع أي بيانات انت عايزها. البوكس بتاع A بتحسه أضيق وفي نقطة متطرفة، البوكس بتاع B أعرض لكن مفيش أوتلايرز. فاللي أنا عايزة أقوله يعني لما بتكون عندك قيم متطرفة الاعتماد على الرينج ممكن يبقى مضلل، انما الاي كيو ار والبوكس بلوت بيدوك صورة ادق عن التشتت الحقيقي لقلب البيانات. طيب دلوقتي امتى نستخدم كل مقياس فيهم؟ دلوقتي بعد ما عرفنا الرينج والاي كيو ار والبوكس بلوت، تعالى نخلي القرار عملي. استخدم ايه امتى؟ لو عايز قراءة سريعة جدا للتشتت استخدم الرينج، هو مفيد كفحص اولي للبيانات الكلير اللي هي ما فيهاش قيم متطرفة. هو سريع وبيديك احساس عام كده وجنرال، بس يعني هو مش افضل حاجة. تاني حاجة، لو في احتمالية ان في قيم متطرفة او سكيود اعتمد على الاي كيو ار. هو مقياس قوي وروبست، بيركز على قلب البيانات اللي هما ال50% اللي هما الوسط، مش بيتأثر بسهولة بالمتطرفات. لو بتقارن بين مجموعات او عايز كشف سريع للمتطرفات استخدم البوكس بلوت، بيجمع الكوارتايلز والاي كيو ار والاوتلايرز كل دول في رسمة واحدة وبيسهل المقارنة جنب بعض.
طيب لو عايزين ناخد تلميحات سريعة كده علشان best practices يعني، أول حاجة لازم تتشيك على حجم العينة اللي عندك اللي هي N. في العينات الصغيرة جدا الكوارتايلز ممكن تبقى tough شوية. تمام؟ طيب لو شفت بعض المتطرفات كتير فكر في الروبست سكيلر أو التحويل اللوجاريتمي. طيب لو محتاج شكل التوزيع شوف الهيستوجرام جنب البوكس بلوت. الخلاصة إن الرينج للسرعة، الاي كيو ار للثبات ضد المتطرفات، البوكس بلوت للمقارنة والرؤية البصرية. اختار الأداة حسب وجود الاوتلايرز وهدف التحليل. احنا دلوقتي اتعرفنا على كل أدوات اللي هي بنستخدمها لقياس التشتت في البيانات، وحللنا امتى نستخدم بوكس بلوت واي كيو ار ورينج. الرينج يعني خلينا نقول كده ملخص سريع، الرينج هو مقياس بسيط جدا، لكن يجب أن نكون حذرين من القيم المتطرفة لأنه قد يتأثر بيها. الاي كيو ار بيركز على الديسبرشن أو التشتت في منتصف البيانات، وهو يعتبر أداة قوية جدا ضد القيم المتطرفة. البوكس بلوت هو أداة بصرية ممتازة لعرض الكوارتايلز والاي كيو ار ورؤية الاوتلايرز بسرعة، وده بيساعدك في المقارنات بين المجموعات. لو كنت اتعلمت حاجة جديدة في الفيديو أو عندك أي أسئلة ممكن تسيبها في التعليقات، وما تنساش إن أنت تعمل سبسكرايب ولايك علشان نقدر نقدم محتوى أكتر من كده يكون مفيد بإذن الله. أشوفكم في السيشن الجاي.